في الإنترنت يرتدي الرجال قناع الرجولة، وترتدي النساء رداء العفة. جميعهم يوسف، وجميعهن مريم. في الإنترنت امرأة عزيز أخرى تراود رجل على حبها، ورجل لا يتمنع. المشكلة إن الكل رومانسي، والكل متحضر، والكل مثقف، والكل أبيض، والكل نقي. الكل فارس، والكل شجاع، والكل يطالب بالديمقراطية، والكل يلعن متخفيا تحت رداء الاسم المستعار. والكل ابن ناس، والكل أبناء شيوخ، والكل يعيش في القصور، والكل ينام على الحرير. في الإنترنت يعشقون من أول محادثة، فكل إضافة جديدة صيدة، وكل رسالة خاصة صيدة، وكل وردة في رد صيدة. في الإنترنت لا يتقدم العمر بأحد، فلا يوجد رجل مسن، ولا توجد امرأة قبيحة، فكلهن ملكات جمال، وكلهم فرسان قبيلة، إلا من رحم ربي. في الإنترنت الثمار ليست على بذورها، فلا تنتظر أن تحصد ما زرعته، فقد تزرع الوفاء وتحصد الخيانة. في الإنترنت كل الأحلام وردية، وكل الوعود وردية، وكل الحكايات وردية، وكل الليالي وردية، ووحده الواقع الحقيقة مجهولة المصدر. ليس الكل كما ذكرت، وإنما الأغلبية.